بص هنا، بص على الكاميرا، بص على الكاميرا دي، قول لهم كل سنه وانتم طيبين. ماشي. الحاج سنة طيب. راء بص كده عشان نصور. صحصحت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. صلاة عيد الأضحى من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ركعتين سنة مؤكدة. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أما بعد أيها المصلون الموحدون لله عز وجل الذين جمعكم الله تبارك وتعالى على الحق بحكمته، وأراد الله عز وجل لنا هذا الجمع أحبابا. تفضل معنا. طيب عليك بس عليك الحمد لله. طيب طيب عامل ايه؟
الله يرضى عليك. طيب الصوم حجاز طيب هلا السلام عليكم. عملي بس بقالي يومين كده تعبان. الله يخليك. طيب عملي الله يبارك. لا والله شويه كده. يا عمي لك السلام مش هتبال كده فوق. لا السلام الله يسلمك. الله يسلمك. الله يخليك. خش يا عم خش يا عم خش يا عم. يا دكتور عم علي كمان حي عم الحاج محمد. باشا طيب الله يبارك فيك. الله يخليك عم علي. حبيبي طيب الله يبارك فيك يا رب. يا عم هيا اخبارك. الله يبارك فيك. بس كده نصور صورتين بس كده. السلام عليكم. بولا حبيبي عم اسعد اتفضل يا غالي. الله يبارك. 2003 لعند 2024 21 سنه مع بعض. 21 سنه عايز يسافر ويسيبني. لا يا اخي ان شاء الله مش هسيبك. ماشي يا عم هو بس سيبنا الشارع مع بعض يعني الشارع اللي اتربينا واتولدنا فيه بس سيبنا البلد ورحنا حته ثانيه. خلاص خش انا لفوق. ماشي. الحجاج ماشيين اهو. الحاج علي والحاج حماد. ادري اصلا الواحد. السلام عليكم عبد الله. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة كم؟ على نعم الجلابيه اشيك يا عم. قلت المصلح عليك يا رب. كل سنه وانتم طيبين يا حبيبي. الله يخليك طيبين. عايز ايه؟ والله الجو كان عليا. قول لهم كل سنه وانتم طيبين. يا خايب على صوتك. بص هنا بص على الكاميرا. بص على الكاميرا دي. قول لهم كل سنه وانتم طيبين. ماشي هات حبه بقى. ايه ده كله؟ وصلنا بالسلامة. الجزار جه هنزل نذبح الخروف ان شاء الله. معلش جيت اصور التليفون فصل مني فدخلت نمت ولسه صاحي. السلام عليكم. حاج رضا المفروض الناس تعبانه يلا خليك يا مرحبا. هتركب ايه؟ ماشي. بدهم يذبحوني يا ماما. جيب لك الدوس. مش قادر ارفع عشان القعده. ها؟ القعده بتاعت الحمام. هذا زي ما هو كده. شيل عليك شويه. يلا يا باشا. يا دكتور كريم. ها
السلام عليكم. كده يعتبر العيد خلص كده، المغرب هيأذن اهو، نروح نصلي. بس كنت عايز اكلمكم اقول لكم ان افضل حاجه في عيد، يعني اللي بتحسسك ان انت في عيد وكده، الحبه اللي بعد الصلاه. يعني انت بعد ما تصلي وتحضر الخطبه تبدا بقى ان انت تسلم على حبايبك، اي حد موجود انت تعرفه او ما تعرفوش كان بيصلي في الساحه او في المسجد اللي انت بتصلي فيه، فبتسلم عليه بقى وتبوس وتحضنوا بعض وكل سنه وانت طيب ومش عارف ايه. حد انت ما قابلتوش من زمان تقابله، حد كان مسافر ونزل فانت بتصلي معاه وتسلم عليه. فهي دي اجواء العيد. تمام، لو انت ما بتصليش بقى العيد انت فاتك كل الاجواء دي. فحاول ان انت تصلي العيد وتصحى بدري وتروح الساحه او المسجد اللي انت بتصلي فيه علشان تقابل الناس اللي انت بتحبها وهم بيحبوك، فيحسسوك ان في عيد. لكن طول ما انت قاعد هتيجي تطلع هتلاقي كل واحد بقى بيذبح لنفسه، الشوارع فاضيه، الدنيا فاضيه، فهتحس ان مفيش عيد. وتبدا بقى ان انت تلف على قرايبك، عماتك، خالاتك، ولاد عمتك، ولاد خالتك، ولاد عمك، يعني صل رحمك في العيد ده. لو انت ما بتروحش لحد طول السنه بس في العيد بتيجي، يعني حاول ان انت تقرب منهم شويه، تروح لهم، يعني تودهم بدل ما انتوا كده مقاطعين بعض من زمان. هو انتوا اي نعم مش زعلانين من بعض، بس انتوا يعني الدنيا شغلاكوا، كل واحد في شغله، كل واحد في كليته، كل واحد في بلده. بس العيد بقى بيجي يجمع الكل. فانت حاول تستغل الفتره دي في كده، ان انت تلف على قرايبك كلهم وتعيد عليهم. مش لازم ان انت تروح تديهم فلوس، اهم حاجه ان انت تدخل عليهم بس. يعني العيد الدخله انت دخلت عليهم وعيدت عليهم، مش لازم تديهم فلوس. فلو انت ما بتحسش بالعيد يبقى انت كده بتظلم نفسك والله. العيد اجواء حلو قوي. حاول ان انت من بكره تطلع كده تلف على حبايبك واصحابك، وان انت تعيد عليهم، تشوفهم فين، تتصل عليهم وتقابلهم بره في بيتهم في اي حته. المهم ان انت ما تفضلش قاعد في بيتك واطلع لف على حبايبك. كده الفلوج خلص. مش عارف انتوا الفلوج صغير كبير، معرفش، انا صورت فيديوهات كتير فلما منتج لسه هشوف. فان شاء الله اتمنى يكون عجبكم. بس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.